بلح الشام بقى السوري اللي مشهور طبعا جدا على السوشيال ميديا كلها، جميل جدا، مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه، وكمان طعمه تحفة. طبعا معمول من غير بيض، معمول بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومكونات جميلة جدا. يعني هتحبيها جدا. معايا بقى في الوصفة كوبايتين دقيق سميد، كوباية دقيق عادي، ومعلقة نشا، ومعلقة سكر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر او كيك شيف، ومعلقة صغيرة ورشة ملح. هجيب بقى المكونات الجافة دي، هقلبها كويس جدا، وهبدأ انزل عليها بمعلقة من قشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، او لو مش متوفر عندك القشطة هتنزلي بنص كوباية مية اللي هتعجني بيها العجينة. العجينة دي بتتعجن بالمعلقة اهم حاجة عشان ما تعملش معاكي عرق، انت بتقلبيها كده بالمعلقة بس، وهتسيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق، ودي القوام بتاعها بعد العجن. هسيبها ترتاح، وهبدأ اجيب القمع اللي هشتغل بيه هو قمع بلح الشام، وهبدأ اجيب الزيت اسخنه على النار، وهنزل كده زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة. تبدأي تعمليها دواير، هي بتديكي شكل جميل جدا وانتي بتعمليها في قلب الزيت، فبتطلع معاكي جميلة. وتسويتها طبعا هتبقى لونها ذهبي، الذهبي اللي هو الحلو. هتقلبيها على الناحيتين بالشوكة، عشان تقدري تشتغلي بيها بكل سهولة. وطبعا المقص في ايدك التانية وانتي بتشتغلي بالقمع عشان تقصيها. كده لونها بقى ذهبي معايا، هبدأ اقلبه على الوش التاني عشان اخد اللون بقى الحلو اللي بلح الشام ده. كده انا قلبتها لان انا عايزة اخد برضو الوش التاني كده من البلح الشام. بس هو ده كده اللون اللي انا محتاجاه طبعا المشبك السوري. بصوا لونه جميل جدا ومقرمش قوي. هنزله طبعا بقى ايه في شربات تقيل يكون بارد، وهبدأ انزله زي ما انت شايفة بالطريقة ديت. هبدأ اطلعه من الزيت وانزله في الشربات على طول. وهبدأ بقى بس هكمل الكمية بقى كده كلها، وهبدأ كده زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في الشربات وهو بارد، وهطلعها على طبق. وهبدأ اعمل برضو خطوة كمان اوريها لكم. بصوا بنفس الطريقة بتشتغلي بيها، وبرضو المقص في ايدك التانية بتقصي بيه المشبك السوري عشان يطلع معاكي باللون الذهبي الجميل دوت، وكمان يطلع معاكي مقرمش من بره، وهي معلقة النشا كمان اللي بتخليه مقرمش وجميل. يلا لايك وشير بقى للفيديو ده كتير قوي، وان شاء الله هنزل لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. يلا باي باي، في وصفات جديدة مع مطبخ الشيف توت.